تحس ان هي سنه المصايب كلها، كل المصايب بتحصل لك وانت في ثالثه ثانوي، حد بيموت وانت في ثالثه ثانوي، مش عارف ايه بيحصل لك وانت في ثالثه ثانوي. يا جماعه والله هي عدت بفتره صعبه جدا 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 في ثانويه. انا كنت بشتغل اصلا في صيدليات من انا في اولى ثانوي. انا الحمد لله كان مجموعي جايب طب، كنت جايبه كل الكليات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير باذن الله. دلوقتي من قدام كليه الصيدله هنوقف شباب نسالهم، بس المره دي بعنوان فيديو ما تغلطش غلطتي. دلوقتي خلاص معانا اسمك ايه؟ سلسبيل. سلسبيل. كنت جايبه كام ثانويه عامه سلسبيل؟ 95. 95%. سنه كام؟ تانية صيدله. تانية صيدله. انا دفعه السنه اللي قبل اللي فاتت، ما شاء الله الله اكبر، 95%. بصي يا سلسبيل، ايوه انت عندك مهمه دلوقتي. أيوه. دلوقتي هتقولي لهم اول حاجه لو انت كان في حاجه بتعمليها معينه ومش عايزاها تتكرر معاهم، غلطه وندمانه عليها في المذاكره بقى، في تنظيم الوقت، في الدراسه، في اي حاجه، هتبقى ايه؟ انه انا امسك المايك على نفسك بقى. ان انا اشغل نفسي بحاجه حصلت، حاجه حواليا تحصل مثلا فتاثر على مذاكرتي، سواء مشاكل في الاهل، مشاكل ما بين صحابي، مشاكل يعني. اركن نفسيتك على جنب السنه دي لان هياثر فيك جامد قوي. ما تعتبرش نفسك بني ادم، ذاكر لمجرد المذاكره، ما تخليش نفسك تاثر على المذاكره. علشان انا ركنت لحد اخر شهرين حرفيا، انا ما كنتش خلصت سمانه غير في شهر 5، اللي هو انا امتحاناتي كان يوم 3/6 اصلا. لا فالموضوع ده وحش. لا ثانيه، يعني انت اصلا عايزه اقول لك على حاجه. انت بتتكلمي، انا استغربت في الاول كده، اللي هو ايه دخل الاهل والنفسيه اول مره حد ترك لها في الفيديوهات. عشان هو سبحان الله في ثالثه ثانوي تحس ان هي سنه المصايب كلها، كل المصايب بتحصل لك وانت في ثالثه ثانوي، حد بيموت وانت في ثالثه ثانوي، مش عارف ايه بيحصل لك وانت في ثالثه ثانوي، شكل علاج بتحصل وانت في ثالثه ثانوي، هيجي لك امراض وانت في ثالثه ثانوي، امراض صعبه. حاول تكنسل بجد نفسيتك السنه دي لحد لما تخلص، حدد مستقبلك وبعد كده ازعل براحتك، لان الزعل مش متوقع السنه دي. لا ثانيه بقى، والله حلوه الفكره دي، عشان انا معايا طالب لا بجد مغلبني. فهو فعلا ان لازم تكنسل نفسك، لان اساسا وقت النتيجه هيتقال لك والله انت كان كل حاجه متوفره لك، وده حرفيا هو كل حاجه متوفره له. هتفضل تندم طول حياتك علشان انت ما مسكتش نفسك بس شويه السنه دي، ما مسكتش نفسك من الزعل، اللي هو اصلي يعني ايه، يعني الزعل يمنعك عن المذاكره؟ ما حدش ينفعك بجد. لا انت قلت حاجه تانية كمان، انت قلت لي انت اخر شهرين بس تقريبا. انا كنت مذاكر في طول السنه، بس كانت الامور مستعصيه، ما كنتش عارفه اذاكر، ما لمتش غير في اخر شهرين، بسبب ان انا الشهرين دول انا لقيت ان انا بضيع بجد بسبب حاجات انا مش سبب فيها، بسبب ان انا زعلانه بسبب حاجات ما حدش هينفعني، يعني ما حدش من اللي مسبب لي الزعل ده، او ما حدش من اللي مانعني ان انا اذاكر هينفعني. ففقت لنفسي بصراحه، يعني لدرجه ان انا فعلا تعبت، مش نفسيا بس، انا تعبت جسديا، وجالي حاجه يعني صعبه بجد بسبب الزعل. فمحدش ينفعني، ما تذاكر يا اسطى، ذاكر، وانت بعد كده الناس اللي زعلتك دي هترجع تتمحك فيك لما تبقى حاجه كويسه. لا والله ما شاء الله، يعني انا جيت اصلا بسال البنات وكده، عايزه حد مؤثر ومش عارفه ايه، قالوا لي سلسبيل اللي هناك دي اصلا. قالوا لي سلسبيل، بصوا هتتكلم زي الفل، سلسبيل اللي هناك دي. والله اصل الدنيا اصل ما حدش ينفعك غير نفسك بجد والله. فذاكر وسيبك من الناس كلها، سيبك من اي حاجه بجد، ذاكر عشان انت هتنفع نفسك، محدش يبقى معاك خالص. طيب خلاص ماشي، يعني حلو الموضوع ده، انا متاكده ان كتير بيعاني منه. طيب ادعوا انجح بقى، عشان لسه النهارده احنا طالعين من الامتحان، احنا الاثنين بنصور لحضراتكم. كان عندي كوجنو، ربنا ما يكتبها على حد. يا رب. والله العظيم. طيب لو هتديهم نصيحه بقى بالنسبه للمذاكره، بعيد عن موضوع الاهل والحاجات دي، هم دلوقتي في شهر 2، فايه اكتر نصيحه؟ شهر 2 يعني مش قارين الكتب، يعني زهقوا ملوا. بصوا هتزهقوا. لا امسك المايك. اللي يزهق يا جدعان والله العظيم مش هقول لك لا دوس على نفسك، طالما انت في شهر 2 خد اسبوع ما تذاكرش فيه اي حاجه، بس اسبوع انت من جواك مش شايل هم المذاكره، خد بريك، انت فعلا انت كده محتاج بقالك كام شهر قاعد ماسك الكتب وبتنحر في قلبك ومش عارف ايه، انت ما انت بني ادم، انت مش مكنه، فانت محتاج ريست تفنيخ دماغك، يعني قاعد كده مش حاسس بستريس عشان تعرف تكمل بعدها. بعد الاسبوع ده، بعد ما انت من جواك كده انت مش ما عندكش نيه ابدا للمذاكره، وعلى فكره في اسبوع مدرسين بيدوه تقريبا، يعني اغلب المدرسين بيدوه، انت الاسبوع ده ما تفتحش فيه كتاب، خدوه. لا خلاص بكمل. خلاص اكمل طالما انت خدت اسبوع بس. والله مثلا حاول تعملها في يوم، اللي هو اليوم ده انا مش هذاكر في اي حاجه خالص، وحاول تعمل جدول. لو انا النهارده مثلا تو دو ليست، على فكره مهم جدا، حتى لو مش تمشي عليه بس ترتب افكارك علشان تمشي عليها، ما تخشش كده تخبط في كل حاجه، رتب افكارك علشان تطلع بحصيله اكبر.
دي ده كنت بقى انا كل يوم كنت بعمل تو دو ليست، كنت بخلص نصها بس انا على الاقل مرتبه افكاري، اللي ما خلصتوش بعمل تو دو ليست اليوم اللي بعده وهكذا، وانا ماليش حاجه، انا هخلصه اليوم اللي بعده. وراك ايه؟ خلاص هتقعد تذاكر، انت في ثالثه ثانوي هتذاكر وتذاكر لحد لما تخلص الثالثه. لا وكل حاجه متوفره له ده في يعني اوتيل 5 نجوم، مفيش دلع اكتر من كده. يا جماعه والله هي عدت بفتره صعبه جدا 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 في ثانويه، يعني من زمايلها وباين انا ما اعرفش والله العظيم ما اعرف، انا بجيب لكم ناس حصريه والله ما اعرفها والله يعني. ولكن ما شاء الله 95% اهو، وكمان بيقول لهم مجتهده في دراستها، قالوا لي ده مجتهده جدا. انت جايبه كام تقدير ايه السنه الاولى؟ ينفع اقول؟ انا كنت الترم الاول، هو ما اعرفش ليه في حوار الجي بي اي ده ولا لا، بس الترم الاول كنت امتياز، الترم الثاني كنت جيد جدا مرتفع عشان انا في صيدله الجامعه هنا. انا اعرف اني مقبول ما شاء الله. طيب اخر حاجه معانا، انت لو رجع بيك الزمن محدش يخش صيدله. لا كنا لسه بنقول لو رجع بيك الزمن هتخش صيدله؟ هخشها طبعا. هتخشيها؟ هخشها طبعا. لقيتي ايه فيها ايه؟ لقيتي مع نفسك؟ لا مش حوار كده، اللي هو ايه، اصلا انا الحمد لله كان مجموعي جايب طب، كنت جايبه كل كليات، فاسنان ثانيه يا جماعه ثانيه، لا ده انت مميزه. ثانيه يا شباب، في تمييز هنا، يعني حد مميز، حد ساب طب بشري وطب اسنان. طب ليه سبت طب ده؟ بصي انا عندي مشكله مع طب بشري وعندي مشكله مع صيدله، ليه سبت طب اسنان؟ غاليه والتكليف اتلغى، فانت هتدفع دم قلبك وابوك فدخلتي صيدله، وابوك هيبيع كل اللي ورا وكل اللي قدامه عشان في الاخر ما حدش هيكلفك. لا مش هتلاقي حد يشغلك. يعني انت طب ماشي، انت لازم تدفع فلوس تاني عشان تفتح لك عياده بعد لما وتجي حوار كبير قوي. طب ده طب اسنان، طب ليه طب حاجه معلش والله معلش بتوع اسنان ممكن ما يزعلوش مني بس انا بقرف. طب ما هي صيدله ايه؟ ده انتوا طول النهار بتشرحوا فرين، ده انا في الكليه عندي ما برضاش اشرح. انا هقول لك حاجه، انا هشرح فرين في الكليه، بره الكليه خلاص تبقى اسنان حقك فوق دماغك. بعد لما اخلص الكليه خلاص انا مش هلعب في بق البني ادمين يعني. والله مش هتكلم، انا مش هتكلم. طيب ليه برضو دخلتي صيدله بعيد عن طب تبقى اسنان غاليه؟ طب بشري ليه سبتيها؟ طب عشان ما عنديش استعداد افضل 10 سنين على ما ابقى حاجه بجد. يعني انا بشتغل، يعني بشتغل من وانا في الكليه دلوقتي الحمد لله بجد. انا كنت بشتغل اصلا في صيدليات من انا في اولى ثانوي، فدخلها عن حب شويه يعني. لا اكيد رقمها ما ننساهوش زي منا، رقمها ده ما يتنساش. شاكرين. احنا كنا بنقول ايه بس كنت بتشتغلي في صيدليه؟ من انا في ثالثه اعدادي بالظبط. ان شاء الله. ودخلت يعني تشتغلي في صيدليه ودخلت صيدله؟ والله اول لما جبت مجموعه اول لما جبت مجموعه صيدله رحت للدكتور اللي كنت شغاله عنده عشان اقول له ان انا بقيت زميله. لا ده اول حاجه وعارفه الزتونه يعني مش داخله عمياني، ده داخله فاهمه الدنيا. لا والله يا سلسبيل انا اتشرفت بيكي. فثاني بقى في حاجه بقى، ليه بقى اخترت صيدله بقى؟ امسكي. ليه صيدله؟ ليه مش طب باشا؟ عشان انا ما عنديش استعداد افضل كل ده بذاكر بس علشان ابقى، يعني انا عشان ابقى حاجه لازم حتى اعدي ان انا ما ابقاش نايب، لازم ابقى استشاري. فحوار كبير قوي، انا مش قده يعني، رغم ان هو عارف قدر نفسه، وانا من النوع اللي بيذاكر بذكاء، مش بيذاكر كل بكتير. انا ما بحبش اذاكر كم كبير كده ولود وبتاع، انا مش داخله الكليه عشان اموت نفسي يعني. ربنا يعين بجد اي حد في طب بشري، انا ما عنديش استعداد اعمل الكلام ده. انا حتى في صيدله بذاكر طول الترم بنذاكر عشان عملي والكلام ده كله غصب عننا، بس برضو القدر الكبير ممكن تنجح بيه انت تذاكر في الاخر، ده مبدئيا. وغير كده يا بنت، في الاول في الاخر انا هتجوز واقعد في البيت، يعني حرفيا انا هتجوز واقعد في البيت، يعني لو ربنا كرمني كده ولقيت واحد يستاهل ومش عارف ايه هتجوز واقعد في البيت. فانت بنت، فليه تخشي بشري وليه تخشي اسنان وفي الاخر هتقعدي مالهاش غير بيت جوز لا وفي الاخر هتقعدي في البيت ومش هتعرفي تشتغلي. ما خلاص كده سنين تعبك كلها راحت على الفاضي وما بيجيلكيش فلوس. اما في صيدله هتبيعي اسمك وهيجيلك فلوس وانت قاعده في الجوز. لا فشغلي دماغك شويه. وبعدين الكليه كوتي كده لايقه على يعني صيدلانيه حاجات حلوه. ليه اتعب لما في طريق سهل؟ انا خلاص مش هتكلم، مش هقول كلمه. شكرا سلسبيل. لا استنى اخد رقمك.